السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نعاود لكم على واحد من اغرب واعمق الالغاز اللي عرفها العالم الحديث. حادثه اختفاء حقيقيه وقعت قدام اعين البشريه كلها، ومع ذلك مازال ما كاين حتى تفسير نهائي لها. طائره الركاب ديالها كاملين فيها 239 انسان اختفت من السماء بلا حتى شي اثار، وكأن الارض ابتلعتها. اليوم غادي نرجع معكم خطوه بخطوه بداك الشيء اللي وقع. هذه الحادثه خرجوا عليها بزاف ديال النظريات من عند الناس، وبزاف ديال النظريات من عند العلماء، والادله فعلا تغيرات مع الوقت. في هذا الفيديو غادي نعرفوا كيفاش واحد الطائره يمكن تختفي في العصر اللي فيه كل شيء مراقب. قبل ما نبداو، الا كنتي اول مره كتشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتخلي لنا الراي ديالك في التعليقات. البدايه كانت يوم 8 مارس 2014. طائره بوينغ 777 تابعه الخطوط الماليزيه، رقم الرحله MH370. طائره قلعت من مطار كوالالمبور متجهه الى بكين. كل شيء كان طبيعي، الطقس كان في حاله ممتازه وطائره في حاله جيده، وحتى الطاقم اللي كان فيها كان محترف. من بعد الاقلاع بوقت قصير، طائره تواصلت مع البرج المراقبه وقالوا لهم اخر جمله مسموعه. من بعد هذه اللحظة مباشرة الرادار المدني فقد الطائرة، ولكن الغريب هو أن الرادار العسكري ما فقدش الإشارة فورا. الطائرة بدلت اتجاهها بشكل مفاجئ، رجعت فوق ماليزيا ومن بعد مشات غربا فوق المحيط الهندي بدون أي تواصل وبدون أي نداء استغاثة. وهنا الطائرة اختفت بشكل كامل، وكانت أكبر عملية بحث في تاريخ الطيران. دول تفرقت لمناطق كبيرة للبحث، أستراليا، ماليزيا، الصين، تايلاند، كلهم داروا أكبر عملية بحث في التاريخ، ومع ذلك ما كان حتى أثر للطائرة. عامين من الغطس والمسح بالرادارات تحت الماء بلا حتى شي نتيجه، الى سنه 2015 ملي بداو يطوفوا على السواحل ديال المحيط الهندي لقاو اجزاء صغيره من جناح طائره بوينغ 777، وتم التاكد انها تابعه ل MH370، ولكن ما لقاوش جزء طائره كامل وما لقاوش حتى الركاب اللي كانوا فيها. وهنا خرجوا بزاف ديال النظريات. طبعا الاختفاء فتح باب للنظريات الكثيره، ولكن غادي نركز على اهم النظريات اللي عندها ادله علميه بلا خرافات بلا مبالغات. العلماء قالوا ربما وقع خلل مفاجئ في الضغط خلى الطاقم يفقد الوعي، وطائره طارت بوحدها آليا حتى نفدات الوقود وسقطت في المحيط. وقالوا بعض الخبراء ربما وقع عطب كهربائي كامل خلى طائره تفقد كل وسائل الاتصال، ولكن كتبقى هذه النظريه ضعيفه حيث ما كتفسرش تغيير الاتجاه. وبعض المحققين الدوليين قالوا ان تغيير المسار كان دقيق ومنظم كانه مدروس، ولكن لحد الان ما كاين حتى دليل يثبت المسؤوليه لاي طرف. وهنا غندوزوا اللحظه اللي تبدل فيها كل شيء. اهم دليل تقني هو الاشارات اللي كانت كتجي من محرك طائره للقمر الاصطناعي البريطاني. هذه الاشارات كتعطيه خط واحد فقط، ممكن تكون طائره طارت عليه، والنتيجه كانت طائره مشات بعيد جدا فوق المحيط الهندي لابعد منطقه ممكن تتخيلها، منطقه خاليه عميقه وما كيدوز منها حتى واحد، وهي السبب اللي صعب العثور عليها حتى اليوم. اختفاء MH370 ماشي مجرد غير حديث، هذه واحده من اكبر الالغاز اللي واجهها العالم، والى حدود اليوم مازال العلماء كيقلبوا، ومازال اسر الضحايا كيسولوا نفس السؤال اللي كيسولوا العالم كامل: كيفاش طائره حديثه كبيره مجهزه بكل التكنولوجيا تختفي بلا اثار؟ ومن المسؤول؟ هذا اللغز بقى مفتوح. بصراحه هذه القضيه ديال اختفاء طياره مازال كتخلي بزاف ديال التساؤلات. واش فعلا كانت صدفه ولا كاين شي سر كبير مخبي؟ كتبوا لي الراي ديالكم في التعاليق، واللي عندكم شي قضيه ولا قصه بغيتو نهضر عليها خليوها لي لتحت وغادي ندير عليها فيديو. نشوفكم في الفيديو الجاي.